كلنا بندور على الحب الحقيقي بس مش بنلاقيه، بقى مختلط علينا مفهوم الحب. يا ترى الحب اللي كان موجود في الافلام القديمه وقيس وليلى وروميو وجولييت ده موجود فعلا ولا لا؟ ازاي نعرف ان الشخص اللي قدامنا بيحبنا فعلا حب حقيقي؟ لو حصل ما بيننا وما بين الشخص اللي احنا بنحبه ده مشكله او اختلاف، هتلاقي الشخص ده بيحاول يعدي المشكله دي او الاختلاف ده بسرعه، يعني مش بيوقف لك على الواحده، لا ممكن يعدي لك زلات كتير او اخطاء كتير لمجرد ان هو ما يزودش المشكله وتفضلوا في خناق مع بعض. بيبقى عايز يصالحك بسرعه، مش بيحب ان انت تفضل زعلان منه كتير. بتكون مع الشخص اللي بيحبك انسان ناجح ومتميز، لان الشخص اللي بيحبك دايما بيركز على المزايا بتاعتك مش العيوب، ويحاول ان هو يحفزك وينجحك وكمان يخطط معاك للمستقبل ولنجاحك، مش بيفضل بقى يكسر فيك ويقول عيوبك. الشخص اللي بيحبكوا بجد مش هيكون دايما عايز يعمل الحاجه بالطريقه اللي هو عايزها طول الوقت. ممكن في بعض الاحيان ان هو يتنازل ويعمل الحاجه اللي انت عايزها انت لمجرد ان هو يشوفك مبسوط وسعيد. وخلوا بالكم ان انتوا طبعا تكون مره عليك ومره عليه، مش كل المرات يعني على الشخص اللي قدامكم. لازم انتوا كمان في بعض الاحيان تتنازلوا عن بعض الحاجات اللي انتوا عايزينها وتعملوا الحاجات اللي الشخص اللي قدامكم بيحبها علشان هو كمان يكون مبسوط ومستريح وسعيد. تلاقوا دايما الشخص اللي بيحبكم مهتم بتفاصيلكم الصغيره، يعني يقعد يسالك دايما عن يومك عامل ازاي، بتحب ايه، ما بتحبش ايه، يفتكر دايما الكلام اللي انت قلته له ويحطه في اعتباراته. من اهم الحاجات اللي الانسان بيستناها، اي انسان بيستناها في العلاقه، هو الاحساس بالامان، وان يحس ان اللي قدامه ده ظهر وسند ليك. اللي بيحبك دايما هيحطك في اولوياته، يعني دايما هيكون مهتم بيك ويسال عليك، ولو غبت عنه شويه هيقلق عليك عشان يطمن عليك ويكلمك. لكن لو هو بقى على طول مش فاضي ومشغول ومش مهتم، انت كده تعرف ان الشخص اللي قدامك ده مش بيحبك اصلا، لان مهما كان الانسان مشغول دايما هيحط وقت للانسان اللي بيحبه. الانسان اللي بيحبك هيتكلم معاك في كل حاجه، حتى في عز همومه وفي عز ما هو متضايق هيجي يفضفض معاك ويحكي معاك عن تفاصيل يومه، وممكن كمان ياخد رأيك ونصيحتك في حياته وفي مشاكله. مش بقى ايه هيقولك معلش اصل انا متضايق مش قادر اتكلم، انا متضايق دلوقتي مش عايز اتكلم مع حد. لا، اللي بيحبك بجد عمره ما هيقف ضدك مع حد تاني، وعمره ما هيسمح لحد ان هو يتكلم عليك بطريقه مش كويسه، لان اللي بيحب بجد لازم يحمي اللي بيحبه ويرد غيبته، وعمره ما يقدر يأذيه ابدا باي حال من الاحوال. فلو انت اتأذيت من شخص اعرف ان الشخص ده مش بيحبك. اللي بيحبكوا بجد بيحبكوا حب غير مشروط، يعني بيبقى مش مستني منك مصلحه او اي استفاده، لا خالص، بالعكس هو بيحبكوا كده كده وبيتمنى لكم السعاده والراحه النفسيه حتى لو مش معاك. في ناس كتير بتقول ان الحب الحقيقي ما بقاش موجود، بس لو احنا فقدنا الامل في الحب الحقيقي اكيد عمرنا ما هنلاقيه. عشان كده خلوا عندكم دايما امل ان انتوا تلاقوا الشخص اللي يحبكم بجد زي ما انتوا، بعيوبكم وبمميزاتكم. حب غير مشروط. الحب رزق، ربنا يرزقني ويرزقكم رزق الحب الحقيقي. انا غدا يسري، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.